السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة بالمغرب. سنعطيكم موجز إخباري إن شاء الله، فلا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا لكم. تشير توقعات المناخية استمرار تأثير اضطراب جوي أطلسي على شمال ووسط البلاد يوم الأحد 23 نوفمبر 2025، ما يرجح تسجيل أمطار متفاوتة الحدة في عدة مناطق. ويأتي هذا الاضطراب في سياق موسم تتكاثف فيه السحب الأطلسية الرطبة، التي غالبا ما تجلب تساقطات مهمة على السهول الشمالية والمرتفعات. ويتوقع أن تكون الأجواء غائمة إلى غائمة جزئيا في الواجهة المتوسطية والريف، مع نزول أمطار متقطعة في طنجة وتطوان والمضيق والعرائش، قد تتحول إلى زخات معتدلة خلال الفترات الصباحية. وتستمر هذه السحب الممطرة في التحرك نحو السهول الأطلسية، حيث يرجح أن تعرف مدن الرباط والقنيطرة وسلا والدار البيضاء تساقطات خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح ضعيفة من القطاع الغربي. كما يرجح أن تشهد مرتفعات الأطلسين المتوسط والكبير أمطاراً أكثر غزارة، مع احتمال تشكل خلايا رعدية محلية خصوصاً بعد الظهيرة، فيما قد تعرف القمم التي تتجاوز 2300 متر أولى التساقطات الثلجية المواكبة لانخفاض واضح في درجات الحرارة. وفي المنطقة الشرقية ينتظر أن تكون الأجواء باردة نسبيا، مع مرور سحب متفرقة قد تمنح بعض النقاط المطرية الخفيفة خصوصا في جرادة وبركان، بينما تبقى التساقطات ضعيفة الاحتمال في كل من وجدة وتاوريرت. أما في الأقاليم الجنوبية فمن المتوقع أن تستمر الأجواء مستقرة وصافية إلى قليلة السحب في كل من العيون والداخل والسمارة، دون مؤشرات على أي هطولات مطرية، مع رياح معتدلة نسبيا ورطوبة منخفضة.